اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسكننا به الظلل، اللهم ارفعنا به الدرجات، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله أنيسنا في القبور، اللهم اجعله أنيسنا في القبور وشفيعنا في القيامة. اللهم أسكننا به الظلل، اللهم اجلب لنا به النعم، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم اجعله شفاء لأبداننا، اللهم اجعله شفاء لأبداننا وقلوبنا وأرواحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم من كان منهم حيا فبارك في عمره ووفقه إلى كل خير واختم له بالصالحات، ومن كان ميتا فنور له قبره واعل درجته وادخله جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم فك أسر المسجونين من المسلمين، اللهم فك أسرهم وفرج كربهم واكشف كربتهم وأعنهم إلى أهلهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم وفقنا لليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن حصل خيرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر وختامه من المقبولين، اللهم اجعلنا في ختام شهرنا من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انزل على هؤلاء الحاضرين، اللهم انزل عليهم رحمة خاصة، اللهم انزل علينا رحمة خاصة، اللهم انزل علينا رحمة خاصة تهدي بها قلوبنا وتصلح بها شؤوننا وتصلح بها أبناءنا وتغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا. اللهم لا تدع لهؤلاء الحاضرين جميعا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم إنا نبسط أيدينا إليك يا واسع المغفرة يا غني يا كريم يا من لا تنفعه الطاعة ولا تضره معصية، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا جميعا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهؤلاء لنا حاجة إلا قضيتها، اللهم اقض حاجاتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته
ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسجونا إلا فككت أسره. يا قوي يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته. اللهم اغفر ذنوبنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اجرنا مصيبتنا في فراق شهرنا، اللهم اجبر كسرنا في فراق شهرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول امرنا واجبر كسرنا واحسن حالنا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احسن احوالهم، اللهم اصلح احوالهم، اللهم اصلح بلادهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم اصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم انزل على ديارهم الامن والسلام. اللهم اصلح بلادهم، اللهم اصلح ديارهم، اللهم اطعم الجائعين منهم واغسل العاري منهم واحمل الحفاة منهم واعد اللاجئين منهم الى ديارهم امنين سالمين. اللهم اغنيهم عن البشر، اللهم اغنيهم برحمتك عن الناس، اللهم اغنيهم عن الناس. اللهم لا تحوجهم الى احد سواك، اللهم لا تحوجهم الى احد سواك. اللهم انزل لهم من السماء البركات واخرج لهم من الارض البركات واغنيهم عمن اغنيته عنهم يا قوي يا عزيز. على بلدنا الصومال خاصة وعلى سائر بلاد المسلمين، على بلدنا خاصة. اللهم اصلح احوال بلدنا واعنا اليها سالمين غانمين يا ارحم الراحمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من ارادنا واراد ديننا ومساجدنا وعلماءنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اشغلهم بانفسهم. اللهم من ارادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشغلهم بانفسهم. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا ارحم الراحمين. واذا اردت بقوم فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين يا ارحم الراحمين. اللهم اعذنا من الفتن، اللهم اعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ذرياتنا وابنائنا، اللهم اصلحهم جميعا يا ارحم الراحمين. اللهم حبب اليهم الايمان واصلح في قلوبهم. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اصلح نساءنا اجمعين، اللهم اصلح نساءنا
ونساء المسلمين الحاضرات منهم خاصة والغائبين منهم عامة. اللهم حبب إليهم الإيمان، اللهم حبب إليهم الإيمان والبسهم حلل الحجاب والعفاف، وحبب إليهم الإيمان يا أرحم الراحمين، واجعلهم عونا لدينك، وأصلح لهم بيوتهم وأزواجهم وأبناءهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي ختام شهرنا هذا أن تعتق رقابنا، اللهم اعتق رقابنا، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا ندعوك يا أرحم الراحمين كما دعوتنا يا أرحم الراحمين، قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا ندعوك يا أرحم الراحمين، اللهم أجب دعاءنا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم إنا مساكين فقراء إليك، اللهم إنا مساكين فقراء إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من خير وسعة وسلامة وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم اجعل لهؤلاء الحاضرين أوفر الحظ والنصيب ولسائر المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة من بركات ومن فيوضات اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم أعطنا أوفر الحظ والنصيب وما أعطيته من أحد من عبادك الصالحين بما دعاك فيه من خير الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا يا أرحم الراحمين، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم يمن ختابنا، اللهم نور قبورنا، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، وأنا نسألك الثبات يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته، اللهم إنا نعوذ بك من القبر وظلمته ومن الصراط وزلته ومن القيامة وشدته يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا خير المسؤولين. اللهم افتح لنا أبواب جنتك يا أرحم الراحمين وادخلنا إليها آمنين سالمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين إخوانا على سرر متقابلين. اللهم إنا نسألك فضلك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحرمنا فضلك في هذه الليلة المباركة وفي ختام شهرنا هذا. اللهم إن لكل منا حاجة وحاجات في صدوره، اللهم إنك تعلمها ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين تقضي حاجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل منا سؤلا، اللهم أعط كل منا سؤلا، اللهم أعط كل منا سؤلا. اللهم زوج الأعزاب يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم أزواجا وزوجات صالحين، اللهم ارزقهم ذرية صالحة، اللهم ارزق العاقرين ذرية صالحة، اللهم ارزقهم ذرية صالحة ذرية مباركة. اللهم من كان في حاجة إلى ذرية ارزقه ذرية مباركة، ومن كان مريضا فاشفه يا أرحم الراحمين، ومن كان ذا ذرية فبارك له في ذريته، بارك له في عمره. اللهم وفقنا لطاعتك ما بقي من عمرنا، واختم لنا بالصالحات من أعمالنا يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين، واجمعنا مع إخواننا وآبائنا وأمهاتنا وأقاربنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم اجعلنا جميعا في جناتك جنات النعيم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي هذا المسجد المبارك، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا كما جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة
وبختام هذا الشهر الكريم اللهم اجمعنا في سوق الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا في هذه الدنيا، اللهم لا تفتنا في هذه الدنيا، اللهم لا تفتنا بزينتها، اللهم لا تفتنا بفتنها، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين، واسلك بنا صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين.